السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا دفعة 2025، أهلا بيك يا بطل. السنة دي إن شاء الله عاملين لك حاجة جميلة جدا ومفاجأة لكل طلاب سنة أولى وتانية سنة. الخطة الخماسية. إيه بقى فكرة الخطة الخماسية وجو السسبنس اللي إحنا عاملينه الفترة ديت؟ ده عبارة عن فكرة لذيذة أنا عاملها لك علشان أخدك من إيدك، أذاكر لك وأظبط لك المنهج من ساعة ما بدأنا لحد يونت 4 اللي هو بالظبط يعتبر تلتين المنهج. الفكره جت منين؟ الفكره بدات لما احنا لقينا طلاب كتير جدا بيقولوا ان احنا تايهين ومحتاجين مراجعه مستر، محتاجين ان احنا نظبط المنهج. يعني بنحاول ان احنا نساعد الطلاب بتوعنا، سواء طلابنا اللي بتحضر معانا في السنتر او طلاب اونلاين، والمراجعه مفتوحه لجميع الطلاب اللي في مصر. لقينا ان مجموعه من الطلاب مراجعين كويس، في مجموعه تانية مش مراجعه خالص، في مجموعة تالتة مراجعة نص نص، او اللي هو عنده يعني حصيلة من الانجليش قديمة قبل كده. طيب احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا عاملين لحضرتك خطة خماسية، هي عبارة عن 5 محاضرات لطلاب اولى وتانية ثانوي. طالب تالتة ثانوي اتقل لي بس، طالب اولى وتانية ثانوي هنعمل مع حضرتك ايه؟ هيكون معاك 5 محاضرات، هتبدأ ان شاء الله يوم السبت، حد، اتنين، تلات، اربع، وهيكون في يوم في حاجة اسمها امتحان شامل هنضيفه عليه. يوم السبت او الحد او الاثنين ايا كان، يعني هينزل لك جدول في ترتيب المذاكره بتاعتك. انا كل اللي هعمله معاك اني انا هاخدك من ايدك كده، بدل ما اقول لك روح ذاكر، لا، انا هقسم لك يومك. هقول لك انا محتاج منك ساعه يوميا بعد ما تخلص مذاكره كل المواد اللي عندك او اي ماده في اليوم ده. بالليل عايزين ساعه انجليش. مثال يوم السبت هنقول لك عندك مذاكره النهارده درس مثلا الماضي البسيط وقواعد would rather وused to، ومثلا معانا جزيره الكنز مثلا لطلاب اولى ثانوي، او كينج ليل لطلاب سنه تانية ثانوي. اليوم الثاني هيكون في محتوى برضه هينزل، اليوم الثالث وهكذا. يبقى دول ال5 محاضرات اللي حضرتك محتاجهم. انا هوجهك، بس خد بالك من نقطه مهمه جدا، ان احنا المحاضرات متاحه يوم واحد فقط. يعني انا مكلف المحاضرات ديت وعاملها علشانك يوم واحد بس. محتوى السبت هينزل يوم السبت بس، الاحد فقط. بعد ال5 محاضرات حضرتك هيكون في يوم هنعمل فيه محاكاة لامتحان نص السنة، بالظبط اكنك بالظبط هندخل نمتحن، بس انا اللي هحل وانت هتتفرج انا بتعامل ازاي. هنطبق معاك في السكيلز زي سؤال الترجمة وسؤال القطعة والاساي وازاي تعمله، وكمان هنديك ملازم لكل الكلام ده. كل يوم هينزل المحتوى بتاعه PDF فايل، هتدوس عليه كده هينزل لك الملف على الموبايل. عايز بقى تطبعه، عايز تسيبه معاك، يعني ايا كان اللي انت عايزه. المهم الفايل ده فيه محتوى اليوم اللي انت هتذاكره النهارده ان شاء الله. الكلام ده لطالب اولى وتانية ثانوي بنفس النظام. يوم السبت اولى وتانية ثانوي هينزل لهم المحتوى بتاع النهارده، هينزل الجدول على الصفحه الشخصيه بتاعتنا. وكمان ان شاء الله متابعين معاك يوميا. هيكون في رقم واتس كده هيظهر قدامك دلوقتي على الشاشه. الرقم دوت من خلاله تقدر تبعت جميع الاسئله اللي واقفه قدامك، سواء في الملزمه بتاعتنا او اي كتاب. بعد كده اليوم السادس اللي هو هيكون يوم الخميس باذن الله، حضرتك هينزل لك بقى الفيديو بتاع محاكاه الامتحان، وهنرد على جميع الاسئله اللي وردت في الايام بتاعه الاسبوع الخماسي. يوم الجمعه هينزل لحضرتك امتحان شامل، انت اللي هتشوف نتيجته. يعني انا بس كل اللي عليا ان انا بجهز لك الامتحان، وانت هتدخل تمتحن والنتيجه هتطلع لك انت. وطبعا هيكون في جوائز رمزيه للطلاب المتفوقين والمتميزين. طيب يا مستر انا عندي مشكله، يعني اني مش فاضي، اني عندي دروس طول اليوم، اصلا انا عندي امتحانات في المدرسه او عندي امتحان في السنتر او عندي امتحان اونلاين او ايا كان. اياك تضيع من ايدك الفرصه دي، لان الفرصه دي فرصه عظيمه جدا. انت هتبقى ان شاء الله داخل امتحانات نوفمبر، او داخل امتحانات نص السنه، في جيبك 4 وحدات، تلت المنهج ب4 فصول قصه. طيب يا مستر انا عندي مشكله في النت او عندي مشكله في وقتي او ايا كان، للاسف انت كده بتضيع من ايدك فرصه كبيره جدا، وهي مدتها يوم واحد فقط. كل محتوى مدته يوم واحد فقط. طيب يا مستر لو انا فوتت المحاضره الاولى ودخلت المحاضره الثانيه على طول، خلاص المحاضره الاولى انتهت، خلاص انتهى وقتها، مفيش وقت تاني. تمام. احنا خد بالك مش عاملين كده عشان نضايقك، لا احنا عاملين كده بس عشان نلزمك تذاكر. انا بقول لك انا محتاج منك حوالي ساعه يوميا. انا كان ممكن اضم البرنامج دوت اخليه في يومين 2 بس، تمام، وكتير جدا من اخواتنا المدرسين عاملين كده، ولكن انا حابب اني انا تكون الدنيا مرتاحه معاك. انت تخلص الاسبوع ده لامم الانجليش في جيبك باذن الله. عزيزي طالب الثانويه العامه، ان شاء الله احنا معاك وفي ظهرك، وباذن رب العالمين مع بعض هنعمل اقوى ترم دراسي باذن الله واقوى درجات.
طيب الكلام ده هيكون فين يا مستر؟ هيكون في مكانين، هيكون على اليوتيوب وعلى المنصة. في جميع الأحيان هيكون مجانا إن شاء الله، أنا المتحمل التكلفة كاملة بإذن الله. أهم نصيحة بنصحها لك يا صديقي، اوعى تفوت الفرصة دي أبدا، لأن الفرصة بتيجي في الترم مرة واحدة، ودايما عايزك تتأكد إن إحنا معاك وفي ظهرك ووراك بإذن الله لحد ما توصل لأعلى الدرجات بإذن الله، وما يكونش عندك أي مشكلة في اللغة الإنجليزية. معاكم مستر محمد عبد المنعم، نشوفكم بخير في الفيديوز بتاعتنا. السلام عليكم.